ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بقالي كتير قوي ما عملتش فلوج، بس المره دي قررت ان انا اعمل الفلوج ده لان هو الحاجات مهمه قوي. طبعا عندنا مشاكل كتير قوي مع ولادنا ان هم مش بيسمعوا الكلام، او شكاوى كتير من المدرسه، او سلوكهم بدا يتغير. في الاول وفي الاخر احنا بنواجه ده كلنا، كل البيوت كده، يعني كل الاطفال بتمر بنفس التغيرات دي. ولكن هي الفكره الاطفال بتتصرف كده ليه؟ وبعض الاوقات ممكن الام تكون شايفه ابنها كويس قوي، ولكن بيبقى في شكاوي في المدرسه، او العكس، الولد يكون شقي في البيت والمدرسه تقول ده هو جود بيهيف، يعني هو اصلا سلوكه كويس في المدرسه. طب ليه بيحصل ده؟ ببساطه جدا، يعني احنا اصلا كبرنا في مجتمع ماشي بالفهلوه، يعني زي ما تيجي. السر بقى في الموضوع ده اللي بيستخدموه في المدارس هو الرولز او القواعد. احنا كبيرنتس اصلا ممكن ما نبقاش عارفين نحط قواعد واضحه للاطفال، مع ان كل الاطفال محتاجاه، يعني ان احنا نرشدهم عن طريق القوانين او القواعد. القواعد لازم شروطها تكون واضحه جدا وبسيطه ومناسبه للسن بتاع الاطفال. يعني احنا ما ينفعش اعمل قواعد كتابه لاطفال تودلرز، او ما ينفعش تبقى قواعد هبله وعبيطه لكيدز مثلا من 8 to 12. في كل سن ليه القواعد بتاعتهم وليه الشروط بتاعتها. وكمان لو الطفل اصلا عنده اي ديسابيليتي او عنده اي ديس اوردر لازم تبقى فيجوال، ولو احتاج ان هي تبقى بالصوت لازم تبقى بالصوت. خليني كده جمعت لكم شويه افكار عشان نساعد بعض بيها ونفكر بعض بيها، واقول لكم كمان نتيجه التجربه ديت هتكون معايا ايه شخصيا. قبل ما اوريكم الاكتيفيتيز او الانشطه اللي احنا هنعملها، عايزه اوضح لكم الانشطه دي بتعالج كام مشكله او المشاكل اللي بنواجهها ايه عشان نقدر نستخدم الطرق دي. اول حاجه، لو الطفل مثلا بدا يكذب، لو الطفل مش واثق من نفسه، لو الطفل ممكن يسمح لحد يتعدى عليه، لو الطفل مش فاهم مشاعره، لو انا مش عارفه اعمل انجيج او تواصل مع ولادي عشان افهمهم. مجموعه الاكتيفيتيز اللي هوريها لكم دلوقتي دي طريقه بسيطه قوي ومبدئيه عشان نبدا نخلي الاطفال تفهم اصلا كل مشاعرهم وكل افكارهم وردود افعالهم وردود افعال اللي قدامهم. خلينا اوريكم الاول نظره سريعه كده على الاكتيفيتي وهقول لكم دي بتستخدم ازاي وليه. من 2 سنين لحد فوق هبدا اتكلم مع الطفل عن اعضاء جسمك اسمها ايه، وبعدين هنبدا نوصل للجود تاتش والباد تاتش او التلامس بصوره عامه. بس انا قبل ما اتكلم عن التلامس انا لازم افهم واتاكد هل الولد قادر يقول اعضاء جسمه، فاهم دي اسمها ايه، دي مناخير، دي رجل، دي فاهم الاسامي دي. طيب هو بيعرف يعبر عن مشاعره؟ لذلك احنا ممكن نعمل ورقه زي دي في البيت ونحدد فيها اسامي اعضاء الجسم بالصوره بتاعتها. بعد كده هيبقى عندي تشارت للايموشنز، ان انا اساله كل شويه انت دلوقتي ايه، هابي، انت ايه، كالم، انا كذا انا كذا. ونفس اللعبه اللي استخدموها في المسلسل ممكن تستخدمها مع الطفل بس لو سنه كبير شويه. لكن انا ببدا اقول من 2 3 اول ما الطفل يفهم يقول كلمه ويعرف يجمع جمله. بس قبل ما اتكلم عن التلامس لازم اتاكد عارف الحاجتين دولت، اعضاء جسمه اسمها ايه ومشاعره برضو معنى او اسم كل احساس هو حاسه عشان اوصل للنقطه دي. طبعا هنعمل تشارت زي دي. انا كل الصور دي اي حد عايزها تقدروا تتواصلوا معايا، ابعتها لكم، تقدروا تلاقوها في اي ويب سايت او بنترست. هبدا افهم الاطفال ان الجرين سبوتس ديت الجود تاتش، الريد سبوتس دي باد تاتش، تمام. وريد ليه هي ريد؟ لان هي مش هيبقى فيها كومفي، مش هتبقى لمسه مريحه او مش هتبقى لمسه انا مبسوط منها. ولكن الجرين دي لمسه ممكن احس ان انا مبسوط عادي وما فيهاش اي ازعاج. بالنسبه للكولر، الريد اللي على البق، لو حد حاول يمسك بقه كده، لو حد حاول يلمسه من هنا دي باد تاتش. اليالو ممكن او ممكن لا، حسب شارت. هنا اللون الاحمر باد تاتش صريحه. اليالو may not like، يعني ممكن تحبها وممكن ما تحبهاش، ولكن لازم تعبر عن ده. انت بتحب حد يعمل لك كده ولا لا؟ لازم تقول بحب كده او ما بحبش كده. الجرين it's good touch، ما فيهاش اي حاجه.
ده بالنسبه لازاي نفهم اطفالنا الفرق ما بين الجود تاتش والباد تاتش والباوندريز بتاعت الجسم، وان احنا لازم نبقى اصلا جنتل مع اور بودي وابريشيت ات وريسبكت اور بودي، ولكن نتاكد ان الاطفال عارفه تقول الاعضاء اسامي الاعضاء وتعرف تعبر عن مشاعرها. ده اول اكتيفيتي. تاني اكتيفيتي معانا بتعالج قله الثقه بتاعه الاطفال. لو حسيت ان طفلك مش عارف يدافع عن نفسه او مثلا مش واثق من نفسه انه يعمل فريندز او انه يتكلم، فهنسال نفسنا سؤال: هل احنا بنديله الموتيفيشن او التشجيع اللازم في البيت؟ طيب هل في داري افرميشن، في حاجات بنقعد نعيدها له يوميا؟ جبت لكم افكار برضو باذن الله هتساعدهم. عايزه اقول لكم ان الطرق دي هما بيستخدموها في المدرسه برضو، فلو الطفل مش بياخد نفس الموتيفيشن اللي بياخده في المدرسه من البيت، اظن هيبقى في عائق او في هتحس ان انت مش عارفه تتفهمي او تتواصلي معاه في البيت، وهو هيحس ان في المدرسه فاهمينه اكتر وبيستوعبوا دماغه ومشاعره اكتر. مثلا لو الطفل صغير لسه مثلا 3 years old 4، هو مش هيبقى عارف يقرا قوي، فهنستخدم visual chart like ده. في حاجات حلوة يعني مكتوب مثلا I'm good friend, I'm strong, I am creative, I am kind, I'm special, I'm loved, I love learning. طبعا affirmation زي ده بيتقال كل يوم وبالطريقه اللي انت عايز تقولها بالليل قبل ما الاطفال تنام اول ما يصحوا. المهم ان هي يوميا تتقال لحد ما الطفل يصدق الكلام فعلا ده. I'm strong, I'm creative, I'm kind، whatever الطريقه اللي انت تستخدمها مع طفلك، ولكن لازم تعيدها كل يوم. طيب لو الطفل كبير شويه بقى بيعرف يقرا، فهنعلق له دي في الاوضه بتاعته. تمام. مكتوب مثلا today is going to be amazing, I'm learning every day, my feeling matter, I'm enough, I can do anything, whatever. يعني كل واحد حر ان يختار الافرميشن اللي عايز يحطها لابنه او بنته، ولكن ضروري جدا يسمعوا الكلام ده كل يوم في البيت، ضروري تعيد وتزيد ليهم. ده هيفرق جدا ان هو يحس بثقه بنفسه وهيبقى عنده افكار لليوم، يعني هيحس بنفسه ان هو كويس، هيحس النهارده يوم حلو، هيبقى مستني حاجه حلوه تحصل. فالافرميشن دي حاجه مهمه قوي للاطفال، فلو احنا مش سمعناهم الكلام ده انتوا عايزين يسمعوه من مين؟ برضو دي نقطه مهمه. الاكتيفيتي الثالثه بقى وهي الاطفال مش بتسمع الكلام او مش بتنظف او تفر يعني. طب هل انت وضحت الرولز بتاعت البيت ايه؟ الرولز بتاعت اوضه النوم، الرولز بتاعت اللعب ايه؟ ما هو برضو احنا لازم نكون واضحين في اللي احنا، الاطفال مش هتفهم كده لوحدها احنا عايزين ايه، دول اطفال فلسه مش فاهمين الدنيا فيها ايه، حسب ما بتعودهم. طب هتعودهم ازاي؟ طبعا لو الطفل صغير هنطبع ورقه زي دي فيها رولز واضحه جدا. روق السرير بتاعك، علق الفوطه، غير هدومك، حط الهدوم في الغسيل، whatever انتوا عايزين تحطوا رولز ايه، اطبعوها بطريقه كلير وواضحه وسهله وحطوها. وكل ما الطفل يعمل حاجه حاول دايما تكافئه او تديله موتيفيشن او تقول له برافو عليك، وضح له دايما كل شويه الرولز، اقراها له وفهمها له. لو الطفل كبير شويه وممكن يقرا، هنستخدم حاجه اسمها consequence chart، تقدروا تشتروها وتقدروا حتى تطبعوها من اي مكان. يعني ايه consequence chart؟ يعني طبعا الاطفال في سن ال8 و9 و10 والكلام ده بيحب يجادل، شيل التوي، اشيلها ليه؟ دي اوضتي او مش عارفه ايه. طب خلاص تعالى بقى نشوف انت لو ما شلتش التوي ليه اصلا التصرف ده مش حلو؟ لان اوضتك هتبقى مش نظيفه. والكونسيكونس اوف اكشن ان انت ما تشيلش التويز، يو جونا لوز تويز، هتضيع لعبك، هتضيع. طيب ايه البوزيتيف اكشن اللي انا منتظره منك؟ انا منتظره منك ان انت بعد ما تخلص براحتك هتروق الاوضه وهتشيل العابك عشان ما تضيعش منك. كل حاجه هنا هيبقى ليها سبب والنتيجه بتاعه التصرف ده، واعالج الموضوع ده ازاي. وبكده انت مش بتؤمر ابنك ومش بتديله رولز من غير ما يفهم ليه، لا هيبقى عارف العواقب بتاعه التصرف ده لو ما عملوش ايه. تصرفات زي مثلا لو ما قلتش سوري، لو يزعق في البيت، ريفيوز انه يعمل هوم ورك او يشتغل على المفروض هو يعمله، يزعق وهو بيتكلم، يزعق لمامته وباباه. ممكن مثلا تصرفات زي ان انا اسيب الطبق متوسخ وما اغسلوش بعد الاكل. كل ده نتائج وايه التصرف الصح لتصحيح السلوك ده. فلما نحط ده قدامهم هيبقوا عارفين، مش بس يشوفوا المشكله، هيبقوا عارفين يعالجوها ازاي وايه النتيجه المترتبه لو ما عملش الحاجه دي. فتحس ان في ديسكشن هتحصل ومناقشه، وهتفهمي دماغ ابنك وهتفهميه وترشديه بطريقه صح. الاكتيفيتي الرابعه بقى اللي انا حاسه هتبقى مور تشالنج فور مي، لان احنا اتناقشنا كتير فيها ومكناش بنوصل لحل، بس المره دي انا قررت ان انا احط قواعد.
رولز هتمشي على الكل وهتمشي على الاطفال كمان. الرولز هي بتاعت سكرين رولز. بالنسبه للاطفال الكبيره هنحط سكرين رولز زي دي. لو الطفل طلب انه عايز الفون او عايز الكمبيوتر، تابلت، ايباد، واتيفر، لازم يكون عمل الشروط دي عشان اقدر اديله السكرين. بحدد الاول ان هو هياخد السكرين مده قد ايه، ولكن الشروط دي لازم يطبقها عشان ياخد السكرين تايم بتاعه. اول حاجه روقت اوضتك، غسلت اسنانك، غيرت هدومك، فطرت، سرحت شعرك. ممكن اطلب حاجه من دي، حاجه من البلاس. هتقرا 20 دقيقه، هتعمل تلوين 20 دقيقه، هتلعب بره في الجاردن او بره في الشارع لمده 30 دقيقه. بعد ما تتنفذ الحاجات دي اقدر ادي. طب لو الاطفال صغيره شويه ومش هتقدر تقرا، عندي شارت برضو لليوتيوب او لاستخدام اليوتيوب، لان هو السن ده اصلا مش هيقدر يعمل اي حاجه غير نتفرج على اليوتيوب. هبقى متاكده ان احنا هنتفق ان هو يوتيوب فور كيدز، وهساله 3 حاجات: عايز تلعب، عايز حاجه فيها ساينس، عايز ارت، عايز ماث. وانا هحدد له الفيديوز اللي يقدر يشوفها بعد ما يختار هو عايز ايه. لو حط ايده هنا هقول له مثلا كذا وكذا وكذا، ونختار حاجه هو يعرف ان ده بيتكلم عن الماث، ده بيتكلم عن الارت، ده بيتكلم عن الدانس. ده برضو لقيتها طريقه كويسه قوي للاطفال اللي هم لسه مش بيعرفوا يقروا قوي. طيب بعد ده كله وبعد ما الاطفال تلتزم بالقواعد دي، هيبقوا عايزين يعرفوا ايه بقى اللي هيحصل لي لما انا اسمع الكلام وافولو الرولز. يعني طبعا لازم يبقى فيه ريورد او مثلا كوبون، فهيبقى فيه في البيت تشارت للجوائز. تعالوا اوريكم الجوائز دي ايه. احلى حاجه الطفل بيحبها انه يحس ان هو اللي بيختار انا عايز ابدا بايه الاول، او هو اللي بيختار النشاط اللي هو عاوزه. فانتوا ادوا لعيالكم الاحساس ده المطلوب منك هتبدا بايه. مثلا احنا دلوقتي انت عملت كل المطلوب منك وكنت بيهيف الاسبوع ده، هتختار الجائزه بتاعتك. قدامك جائزه من الجوائز دي 30 minute more على السكرين، هنتعشى بيتزا، ولا هتختار مثلا 30 minute تلعب اكتر او تلون اكتر، او حاجه نعملها مع بعض، نتفرج على فيلم او نعمل اكتيفيتي مع بعض. الاسبوع ده مش هتعمل شغل البيت او مش هتروق، ده برضو نوع من انواع المكافاه. ممكن تختار حاجه انت عايزها، تختار لعبه، تحب تاكل بره، او نلعب بورد جيم مع بعض. وبده انت بتعمل اصلا انجيجمنت مع الطفل. في بعض الحاجات في الجواز انت هتعمل كواليتي تايم وهتقضيها مع الطفل، وفي حاجات خاصه بيه هو زي انه ياخد 30 دقيقه. فبالطرق دي كلها بنحاول نخلق نوع من التواصل بينه وبين العيال، بدل ما احنا نبقى عايشين بس حياتنا ندي اوامر من غير تواصل، من غير ما تفهم اصلا دماغ ابنك وصلت لفين دلوقتي. هل هو مهتم قوي او شاطر ان هو يتبع الرولز؟ طب التاسكس اللي هيعملها قد ايه؟ هيركز في قد ايه؟ كل ده هنعرفه بالطرق ده. فمالوش لازمه ان احنا نعمل ييلينج بقى في البيت ونتخانق ونصوت والكلام ده، مع ان دايما بنسال ازاي المدرسين في الفصول مش بيزعقوا كتير، ومع ذلك الأطفال بتسمع الكلام. فاكتشفت ان في انواع كتير من التواصل، سواء كانت بقى فيجوال او تواصل بقى بالصور او بالكروت او باي حاجه تقدر تخلي الطفل يفهم هو مطلوب منه ايه الاكسبكتيشن اللي احنا متوقعينها منه، ايه نوع الجوائز اللي ممكن نديها له. فدي طريقه ممكن تساعدنا اكتر في حاجات كتير قوي، ازاي الاطفال تحمي جسمها، ازاي تعبر عن مشاعرها، ازاي تقضي وقت الفراغ بتاعها، وازاي يكونوا واثقين من نفسهم. واهم من ده كله ازاي اعمل نوع من انواع التواصل بيني وبين ولادي. اتمنى يكون الفلوج عجبكم، وكل الانشطه دي تكون تساعدكم ازاي تطوروا العلاقه بينكم وبين اولادكم. اي حد عايزها ممكن ابعتها له برايفت، وممكن تخشوا كمان على الويب سايت وتنزلوا تشارت سواء للايموشنز او للبودي بارتس او اي حاجه انتوا عايزينها، وتطبعوها وتحطوها عندكم في غرف الاطفال. لو عجبكم الفلوج بعتوه لاصحابكم واعملوا شير واعملوا لي كومنت هل انتوا بتستخدموا الطرق دي ولا لا. باي باي. تقدروا كمان تعملوا فولو على الانستجرام لبيج سيستر بيرنتنج هاب، دي بيج مخصصه للارشاد السلوكي والتربوي. تقدروا تحجزوا سيشنز، تشوفوا فيديوهات كتير مهمه قوي هتساعدكم في التربيه، هتلاقوا التشارت وصور كتير وافكار اكتر. ما تنسوش الصفحه اسمها سيستر بيرنتنج هاب.